الشنطة فين الشنطة؟ الشنطة يا بوليس يا عسكري، شنطتي اتسرقت من العربية، فلوسي. احنا اللي بتوع الفل. في فرق بيننا وبين بعض يا ليالي. ايه مالك يا فتوح؟ مش على بعضك ليه؟ لا اصل لقيت نفسي قاعد فوق لوحدي وانت وحشتيني قوي يا روحي، قلت انزل اقعد معاكي. بس انا خارج، عندي سهره شغل. وماله، اروح اسهر معاكي. طب ناولي الفستان ناول. عينيا. تسلم الآيات. امال الجميل فين؟ زمانها على الصبح. يا ريت. سوسو تعالي يا ليالي. هلو هلو. ايه رايك يا سالم بيه؟ ذوقي عجبك؟ يجنن يجنن. ميرسي. اهلا اهلا اهلا. اتفضلي. ميرسي. ايه يا سالم بيه؟ على طول كده؟ مش نستنى لما ناخد على بعض شويه؟ ناخد يا حبيبتي وماله. شنبك يا سالم بيه. احلقه. مش كده مرة يا ابراهيم بيه. مين ده؟ زبون؟ لا واحد معرفة. سيجارة؟ ميرسي. مش بطال. سيجارة؟ ميرسي. اتفضلي. تشرب ايه؟ اشرب المحيط. يا سلام. باين عليك بتاع كله. يا اسمك ايه؟ محسوبك فتوح عنك يا جميل. انت بتشتغل ايه؟ ليه؟ عندك شغل ليا؟ يمكن. جربيني. الكاس فين يا سوسو؟ جايله. يعني اتوظفت؟ تحت التجربة. والتوتة توتة فرغت الحدوتة. توحة نعمين. هات كاسين وتعال. من عينيا. انا سرقت. ايوه يا فندم، عارفه الحرامي. اخص عليك يا سوسن، بلغتي فيه البوليس ليه؟ كنا كلمناه بينا وبينه احسن. يا سلام، وحياتك ما هعتقه الخاين ده بقى يسرقني بعد اللي عملته علشانه. انا لازم اسجنه. ايوه بتاعتي. امال فين الباقي؟ فين اسوره الدهب؟ احنا قبضنا عليه عند السايق وما كانش معانا بيت.
فين مقاساتي يا فتوح؟ انا ما خدتش غير دي. قول يا فتوح وانا اخليها تتنازل. مالكيش دعوه انت. هتروح في داهيه. اعترف يا فتوح، جايز الست تسامحك. اعترف بحاجه ما خدتهاش يا بيه. صوابك ديت هتخلي الحكم يبقى كبير يا فتوح. امري لله. يحول المتهم للنيابه وتحرز المضبوطات. خش يا اخويا. اهلا معلم فتوح، ما طولتش يعني الغيبه المره دي. حظوظ. حلو، قول لي بقى المره دي جاي في ايه؟ سرقه ولا نشت ولا خط؟ حاكم انت بتاع كله. سرقه. حلو، تعالى بقى معرفك بالرجاله. المعلم عتلاوي خناقه، المعلم زقله هجام، المعلم بيومي عصايه. عصايه. تشرد. لا انا مش متشرد. مين اللي قال ان اللي يسرح بقرد يبقى متشرد؟ ده يبقى فنان. ما بيسرحوا بيهم في سيرك الحكومه على درجه ووظيفه ميري ويترقى كل سنه لغايه ما يبقى مدير عام شؤون القرود. ده كاري ورثه ابا عن جد. لكن القاضي بقى الله يسامحه صادر القرد لجنينه الحيوانات. طيب اعيش ولادي ازاي لما اخرج؟ اصرف على الوليه العيانه دي منين؟ ده انا سايبها والعشه ما فيهاش مليم احمر. ربك بيرزقها يا معلم، بكره تفرج. قلقان قوي يا ابو زمل، قلقان قوي على ام العيال. راجل فلاح راجل فلاح راجل فلاح راجل فلاح راجل فلاح خلاص خلاص. ما تسيب يا اخويا وانا سارقهم. صحيح مش انت ده القرد. قلت ايه هتبيع ولا لا؟ لا يا بابا مش هبيع. مش فاضي لك دلوقتي. وانت يا جميل تقول لي ده هيفضل لحد امتى؟ ولا تكونيش فاكره نفسك برنسيسة عزبة القرود؟ اوعى ايدك قطع ايدك. قلت لك 60 مره مش كل الطير اللي يتاكل لحمه. جرى يا بت، مفيش حد عارف يلمك ولا ايه؟ بت ما بيتك منك له. ولا تكونوش فاكرين عشان ابويا يتسجن هتنهشوا لحمه. لا، فتح عينك منك له. المعلم بيومي ساب راجل، اللي هيقرب مني هفتحه. جاتكم البلاوي. قومي ياما. بالشفا ان شاء الله. شدي حيلك امال. بكره ابويا ينفك حجزه ويرجع لك بالسلامه، يلاقيكي زي الحصان. ثانية يا ثانية. نعم ياما. طمني ابوك يا بنتي، ما تقلقوش في حبسه. قولي له امي راقت وبقت زي الحصان. قولي له هجيبها معايا في الزيارة الجاية. سنية ازيك وازاي امك وازاي اخوكي؟ ازيك انت يابا؟ احنا كويسين، ما تقلقش علينا. ايه بتجيبي لامك الدواء؟ بتتدبر يابا، بترزق. ليالي هنا، ده ايه الهنا اللي انا فيه ده؟ اهلا وسهلا. جاي ليه؟ عشان اشوفك يا فتوح واقول لك رجع الحاجه لسوسن. حاجة ايه؟ فتوح، انت عارف اللي بينا وعارف انا بعزك قد ايه، واللي يأذيك يأذيني. رجع لها حاجتها. حاجة ايه؟ ما خدتهاش. هتستقصدك وتتعبك واتعب انا بينكم. خوفتيني. بقول لك ايه يا ليالي؟ نعم. روحي قولي لها بلاش رمي جتت. يلا يا اختي، مستنيه ايه؟ اتفضلي. اللي تشوفه يا فتوح امرك. بسلامتها ثانية؟ ايوه ثانية بنتي. المعلم فتوح ثانية، زميلي في العنبر وزي اخويا تمام.
بتعيطي ليه بس يا ثانيه؟ معينة يا معلم، والحالة ناشفة. بقول لك ايه يا ثانيه، عارفه مساكن الشركه اللي ورا السكه الحديد في شبرا؟ اسال يا معلم. تعدلها من تحت مسلقان عايده وتخش على عزبه الوالده، وهناك تسالي على المعلمه كريمه مرات المعلم زلطه بتاع الكانتو، وتقولي لها فتوح الناشف بيقول لك هاتي 100 اهيف بأمارة السره الصغيره. 100 كتير يا معلم. يا سيدي خليها تصرف والباقي هو يستناني. تشكر يا معلم. المفرج عنه بيومي عصايه. مبروك يا معلم عطايا. الله يبارك فيكم، عقبالكم كلكم. كفاره يا معلم بيومي. الله يبارك فيك، عقبالك يا سي فتوح. بس ما تنساش بقى تبقى تيجي تزورني عشان ارد لك بعض جمايلك. فين؟ في عزبة القرود؟ ايوه في عزبة القرود، ما هو من عزبة القرود والليل اليها نعود. صحيح انت تليق في القيامة والقيافة، لكن تعالى ادار افكارنا، ده كله مكسب. كار القرادية وعزب القرود؟ لا يابا يفتح الله، انا خلاص نويت اهف على كبير علشان اوصل بسرعة. وبصراحة بقى لازم اتعامل مع ناس متريشين، ودول بقى ما اقدرش اسرقهم بقرد في الشارع. الغني عن بيومي لا بيركب مواصلات ولا بيقف يتفرج على قرادتية. اعملك همه بيومي ما. ايوه حاضر، اشوف وشك بخير. على السلامة. على السلامة يا بيومي. هتوحشنا يا معلم بيومي. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك يا ابني حبيبي. ايه بتعيط ليه؟ ما تعيطش، انا كويس، انا بخير. عيد حياتك يابا، امي ماتت. لا اله الا الله. بس الله يرحمها، الله يرحمها. يلا يا حمدي. لا سيبي يا حمدي، حمدي جاي معايا انا. جرى ايه يابا؟ انت عايز يورث ملاعبة القرود هو كمان؟ وفيها ايه؟ وماله؟ الله، هو يا بنت الناس مش بتروح السيرك عشان خاطر تتسلى؟ انا بقى بخدمهم، باخد لهم السيرك لحد عندهم. ايوه يابا، بس انت شايف الحال مايل ازاي اليومين دول، والبوليس دايما كابس على القراداتيه. يا بنتي دي هوجه بتيجي وتروح والشغل ما بيبطلش. الله، ايه ولا انت بقى مستعريه بقى من كار ابوكي؟ مع انك يا اختي مولوده في وسط القرود ومتربيه معاهم. طب ودين الراجل اللي خدمنا وقت الزنقه هنسده ازاي؟ ولا القرد هيجيبه هو كمان؟ اصبري يا ثانيه، اصبري، هتفرج ان شاء الله. يلا هات اليد وحصلني. اوعى نشوف وشك انا تاني. قول يا رب. مش عايز منك غير تنفيذ تعليمات المراقبة من المغرب للصبح في القسم، وشوف لك بقى شغلانة شريفة تاكل منها عيش بالنهار. يا ريت يا بيه. طيب يا فتوح، روح لحالك دلوقتي. شكرا يا بيه، ربنا ما يحرمناش منك. تعرف الواد ده خطر فعلا، بيغير نشاطه بعد كل خروج من السجن. خطف سلاسل ذهب، نشل في المواصلات، سرقة سيارات، شهادة زور، فتح بيوت. مش عارفين المرة الجاية هيعمل ايه. شوف يا فتوح يا حبيبي، الشغل معاك اليومين دول خطر عليك وعلينا، لازم تهمد شوية لغاية البوليس ما ينساك. حاكم البوليس لو حط حد في نافوخه يلا السلام.
ايوه انا محتاج سكن اتوه فيه. ما كانش ينعز يا صاحبي. كابتن صاحبي على حسابي. اقعد. شيل كابتن ولا معلش شيلها. معارك قبل باذن الله. عايزين همه جامده لحسن العيد قرب، والبومب لازم ينزل في ميعاده، وكمان وحياتك يابا ما تعرفش فين المعلم بيومي عصايا؟ بتقول مين؟ المعلم بيومي عصايا. ايه انت هو ده في ايه؟ واد مخبر جاي لقط اخبار. الحقنا يا معلم بيومي. ايه اللي في سطوحي انت نسيت سطوحي ولا ايه؟ سطوح؟ اهلا سطوح، يا اهلا ابو اساطيح. ماشي عندك حق. يلا هات كل واحد يروح لحاله، يلا كله اتكل على الله. خلاص طلعنا معرفة، اتكل. يلا ايه ده جت سليمه يا فتي. سطوح يا معلم بيومي. سطوح اهلا ابو الاساطيح، مرحبا. مش قلت لك تعالى الدار افكارنا؟ وانا سمعت كلامك. كده ماشي، يلا بينا. اتفضل يا سطوحي بيه، اتفضل يا عم سطوحي. يا اهلا وسهلا. سطوحي حسك عينك حد يعرف اسمه الحقاني. هو من هنا ورايح سطوحي القراداتي. قراداتي؟ طبعا انت عارف ان اللي زينا ما يحبوش الغريب ينحشر في كارهم، لكن انت بقى عشان العيش والملح اللي كنا سوا في عنبر واحد وشهامتك معايا يخلوني احط رقبتي فداك. ده بس من كرمك يا معلم بيومي. وعلى بختك الواد زغلط عملها وسافر الكويت مع مقاول الانفار، وعشته عن تبقى من نصيبك. تعيش ليه يا معلم بيومي؟ ليد من عدالة. نورتنا يا سطوحي. منور بيك يا ست البنات. والله زمان يا سطوحي. انت هنا في امان، محدش هيعرف عنك حاجه غير انا وسنيه، وهم بس ان البوليس ما يقطعكش. لا ولا يهمك، انا عامل حسابي كويس. ده انا لو اتمسكت المرة دي هروح فشوش. ان شاء الله هتعجبك. اشكر يا معلم بيومي. ربنا يجعلها ادم السعد. ربنا يخليك. الله، يظهر الواد زغلط ده ما كانش سهل. انا جايبه لك لقمه تاكلها، وعايزه اقول لك على حاجه مهمه. تعيش يا سنية. خير، عاوزة تقولي ايه؟ اول حاجه فلوسك اهي، وباذن الله لما تفرج هنجيب لك الباقي. وتاني حاجة؟ وتاني حاجه انا مش عايزاك تربك نفسك بشغله القراداتيه دي، وعيشه العزبه اللي ما بقتش تصر. ليه؟ ما عادتش شغله تنفع لراجل عايز يعيش ويفتح بيت. الله، ده انت ابن بلد وعارف ان الجردة خلاص راحت عليه. خد يا اخويا بقى شيل فلوسك. لا انا هاخد حق الدخان بس، والباقي خليه معاكي.
انا اصل عاوز اتدارى في الكار بتاعكوا ده يومين واقعد في العزبه شويه. ليه؟ هو انت مش خدت افراج؟ خدت افراج بس عليا مراقبه، وبصراحه انا حبيت العزبه قوي. عاوزه تبعدين عنها ليه؟ طب انا هسيبك بقى عشان تاكل براحتك. فيكش من السيجاره يا معلم. تشكر. طول ما الشيشه موجوده السيجاره ملهاش لازمه. ليلتنا قشطه باذن الله. باذن الله. الله، شايفك مزقطط يعني الليله دي. خلاص يا معلم، انا هبقى صبيك في الكار. ورجعتي. الله اكبر. عيلت اهو وسمعت كلامي على الاخر. اصل العزبه حلوه وحلوت في عيني اكتر النهارده. خلاص هحضر لك قرد من بكره، بس اوعى تنسى لازم تخلي القرد يحبك ويطيعك. كيف؟ مش كده برضه؟ براوة عليك، ده انت لسه فاكر الدرس اهو. اي حاجه، شويه كونياك، بوظه اللي تلاقيه. ده انا هكيفه للصبح، بس انت لايمني عليه. تصبحوا بألف خير. وانت من اهل الخير. بقول ايه يابا؟ ما تسيب الجدع يشوف له شغلانه تانية تنفع. جراشة هي كل شويه تقطميني. ماله كار ابوك وكار جدادك؟ الله. ما هو يابا ما بيفتحش بيت. وانت يهمك يفتح بيت ولا ما يفتحش في ايه؟ الليل يا علي. اتحرك، اعمل اي حاجه. الليل اتحرك بقى واحد. ايه لا عم بيومي، ابوك فين يا حمدي؟ سرح على رزقه في حاجه. القرد معصلك معايا وعمال يجوم في وشي. ليه لسه ما خدش عليك؟ تعال معايا. خش انت الاول. سلم على صاحبي. سلم. مد ايدك ما تخافش. امال هتعشره ازاي؟ ربنا يستر. سلم سلم. خليك كده حلو يا ابن حلال. بقولك ايه يا صاحبي، انا جهزت لك حاجه هتكيفك تمام. انا بقى هخليك صاحب مزاج. اتفضل بألف هنا وشفا. لا يا حمدي لا، الرق والقرد مش ليك. يلا اخرج بره، يلا بره. الواد تلميذ في المدرسة الصبح وبيلقط رزقه بعد الظهر بعيد عن القرود. اللي تشوفيه يا حلوة. ويا ريتك انت كمان تشوف لك شغلانة بعيد عن القرود. امرك يا جميل. بقول لك ايه، انا ما باكلش من الكلام ده. انا بتكلم جد. واللي عايز الجد يسرح بقرد يا فتوح. لا، القرد ده سكة لحاجة تانية في دماغي. اللي بيسرح بقرد اليومين دول ما عندوش دماغ خالص. بكره تعرف ان فتوح مش زي غيره. ما تشوف لك شغلة تليق بمقامك، ده انت باين عليك ابن ناس. شكلك الحلو بيقول كده. يمكن لو كان ابويا وامي ما سابوش بعض وهي اتجوزت وهو اتجوز، يمكن كنت اتعلمت وبقيت ابن ناس صحيح. لكن دول سابوني وراحوا اتجوزوا. سابوني في الشارع على الرصيف اخطف لقمتي بالعافيه من هنا ومن هناك. تخطفها بحاجة تكبرك. هكبر قوي، بس صبرك عليا. صوتك من دماغك مفيش فايدة فيك، عامل زي ابويا بالظبط. طعمة والله طعمة. البيه كان كريم قوي ونازل دفع،
ومستني حاجة. ايه استنى هيزعل. ما يزعل، مش احسن ما يموت مني، ده فوق ال70. ايه ده؟ كل دي ترابيز يا سوسن؟ طبعا، وحط زيهم على باب المطبخ. الله، انت لسه خايفة من فتوح؟ فتوح التاني جاي معاكي. الهوا شاشي وانت ما تدراشي يا جدع. خدي حقت تنامي؟ تعبانة. تصبحي على خير. وانت من اهله. يلا يلا بقى يا كميل، وريني هتعمل اللي هعمله تعمل زيه بالظبط، مفهوم؟ ها يلا بص بص اهو، طلع اها، ها يلا يلا يا جميل، انزل وريني بقى هتعمل ايه. يلا 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 يلا، ها وريني، هوب يلا هوب، ها طلع، برافو برافو، هي هات هات اديهاني، برافو، مزاجك جاهز يا صاحبي، ثانية واحدة. يلا يا جميل، خد، يلا اديها، تعالي هب 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 هب، تعالي هوبا، برافو برافو. اديها. يا لهوي، انا راحت عليا نومة ولا ايه؟ ده انت منوره العش. اصل انا قلقت عليك لما ما لقيتكش انت والقرد. انت كده خايفه عليا؟ شغلة القرداتي خطر وبتخوف. خايفه عليا بقى ولا على القرد؟ يو بقى. انا مش عارف من غيرك يا ثانية كنت هعمل ايه. ثانية، سستوحي، انا وانا كمان يا ثانية، انا كمان. احنا الظاهر نسينا نفسنا. على فين بس يا ثانية؟ العشاء جاهز عندك، باكل انت بقى بالهنا والشفا. طب استني بس شوية معايا يا ثانية. لا، تصبح على خير بقى. ثانية ثانية، طرتها مني يا فالح، طرتها مني، طرتها مني. لازم نتصرف، المشي بيتعب الرجلين. تعال يلا يلا خش جوه، يلا خش جوه، خدي دي معاكي.
اقفل يا سمسم. ثانية. صباح الخير. صباح النور. اصل انا كنت عامله شويه شوربه كوارع، قلت ادوقها لك. تعيش يا ثانية. ده انا عامله الشوربه من الصبح. انما قول لي، انت كنت فين طول الليل امبارح انت والقرد؟ بنلقط رزقنا. شوف بقى يا صاحبي، انت تاخد مزاجك وتسيبني انا بقى في حالي. لا يا فتوح، انا في عرضك. انا بحبك يا سلام. واخري في الحب ده ايه؟ هتجوزك. طب والله العظيم هتجوزك. انت حلفت؟ ايوه حلفت. حلفت لي؟ احكي لي بالتفصيل اخر مرة شفت فيها حاجتك اللي راحت. ما انا قلت كل حاجه. يعني مفيش حد كان غيرك في الشقة؟ لا مفيش. ها؟ للأسف لغاية دلوقتي مفيش أي أثر يدل على دخول حد الشقة. يعني ايه؟ بدون عصبية يا هانم. يا هانم الحرام يخش ويخرج ازاي والشقة مقفولة ومتربسة؟ الست دي بلاغاتها كترت قوي، وجايز تكون قصد حاجة من البلاغ ده احنا مش عارفينها. وبعدين الحاجات اللي بتديها سرقتها دي كتير قوي. على كل حال نراقب الصاغة والجوهرجية، وإن كانت التحريات بتقول إن ضيوفها كتير وبعضهم بيقضي الليل معاها في الشقة. والبوليس ما وصلش الحاجه لحد دلوقتي؟ البوليس هيعمل ايه بس؟ دول عفاريت مفيش غير كده. التراجيز كلها مقفوله زي ما هي. اشربي يا حبيبتي. لا يكون الواد ده اسمه ايه؟ الواد الحليوه. طب هيخش ازاي؟ شفتي انت مخك وصلك لحد فين؟ انا مش قصدي فتوح، قصدي نصحي ده مليونير، ولا بقى جات له حال الجنان يسرقني ويسرق نفسه. فعلا دي حاجه اتعفرت. ثانية. مساء الخير. مساء النور. انت خارج ولا ايه؟ طالع استرزق كده في نص الليل؟ اصل في حتت ما ينفعش فيها الاسترزاق للقراداتية الا في نصاص الليالي وتجيب اكتر. يعني ما ينفعش اقعد معاك شويه؟ ونبطل شغل بقى.
اوعى تكون بتزوغ مني يا فتوح. ازوغ منك ازاي بس يا ثانيه؟ وفين هو انا ليا غيرك؟ انت مش قلت هتكلم ابويا وتقرا الفاتحه؟ طبعا هكلمه، بس انا مستني لغايه ما الاقي كده شغلانه علشان املى عينك واعجبك وتحترميني. صحيح يا فتوح. الله الله الله، صحيح. ما بتصدقنيش ولا ايه؟ طب امتى ده كله هيحصل؟ انا مستني بس لغايه البوليس ما يسهى عني شويه ونهج انا وانت من هنا على طول. وسمسم عامل معاك ايه الايام دي؟ شغال كويس؟ سمسم ده سمسم ده هو اللي بيفتح لي ابواب الرزق. ولما هي ابواب الرزق مفتوحه مش بنتجوز ليه؟ ما انا اصلي بلم قرشين علشان اديهم لمقاول الانفار يعمل لي عقد عمل بره زي زقلط. يبقى نتجوز بقى. معقول يا ثانيه؟ يعني اتجوز من هنا واسافر من هنا؟ يقولوا ايه بقى الناس؟ يقولوا العريس اتجوزها وطفش. لا لا يا سي فتوح. ثانية ثانية ثانية. يا لهوي كده اهو ابوك نده عليك. يا لهوي يا لهوي. يلا بقى يا سمسم نروح نلقط رزقنا. الله، انت بتغير ولا ايه؟ لا ما فيناش بالغيره. يلا تعال هات بوسه، هات بوسه. زعلان مني بجد ولا ايه؟ هات بوسه، هات بقى بوسه، هات بوسه كده. طب انا زعلان بقى. هات بوسه. كنت فين يا ثانية؟ كنت بدور على الواد حمدي، اصله اتاخر قوي قلت استنى بره. لا ما تخافيش عليه، حمدي دلوقتي بقى راجل. يلا خش نام انت، خش. ما هو برضه لسه صغير يابا. بس اللي يجيبك في ساعه زي دي حد يشوفك يجيبوا سيرتك. خلاص اطلبني من ابويا وكلمه زي ما اتفقنا علشان سيرتي تفضل نظيفه. طبعا يا ثانيه طبعا. هقول له قول له يا فتوح. احسن هقول له انا، وانت عارف بقى ايه اللي هيجرى. ابويا شراني واهل العزبه كلهم شرانيين، هيقتلوني ويقتلوك معايا. لا يا ثانيه ربنا ما يجيب قتل ولا حاجه. يعني هتفضل ساكت؟ ما انت عارفه يا ثانيه ايه اللي مسكتني؟ ده انا كل امل ان اتجوزك النهارده قبل بكره. طب ما تتقدم. حاضر، الصبح بكره الصبح اروح اشرب قهوتي مع ابوكي ونقرا الفاتحه. صحيح يا فتوح. وغلاوتك عندي يا ثانيه. يلا اتكل انت بقى على الله لحسن الراجل ابوكي يصحى ما يلاقيكيش في البيت يقلق. يلا يلا ثانيه، يلا يلا يلا.
اتفضل يا زمل، نصيبك اهو، شيلهم لك هنا. انا بقى براء، رايح لدنيا تانية، لعالم تاني، عالم برضه مليان قرود ونسانيس، انما لابسين بدل وفساتين. انما هما بقى يا سمسم مش دغري وقلبهم ابيض زيك كده، لا، دول اللي بدعوا المكر والغش، هما اللي علموا الكذب يكذب. يلا يا عم، خد يا سمسم صحتك. حكاية اللص الخفي دي بقت بتشكل ظاهرة إجرامية خطيرة لابد من الكشف عنها. للأسف يا فندم مفيش أدلة بتثبت إن في لص دخل أو خرج من المكان أو حتى اتوجد فيه. كل اللي عندنا عدة بلاغات سرقة لبعض المواطنين. وللأسف إن معظم الناس اللي بلغوا كانت أقوالهم ناقصة. ما هو لازم تعرفوا إن إحنا لو ما اكتشفناش اللص الخفي يبقى فشلنا وأقرينا بالجريمة الكاملة. وطبعا أنتوا عارفين بالنسبة للبوليس مفيش جريمة كاملة. اهلا يا سوسن، كويس ان انا لحقتك قبل ما تروح الشغل. ايه مالك يا حبيبتي؟ البتاع اللي بيسموه اللهو الخفي ماله؟ رجع يسرق ناس تانية، والظاهر البوليس بدأ يحقق تاني في الموضوع. طب ما اخباره مالية البلد وطلعت في الجرايد. مالك يا حبيبتي؟ مش طبيعية ليه؟ البوليس كل شوية سين وجيم، ورجلين داخلة ورجلين خارجة، ومش عارفة اشوف شغل ولا عارفة ارتاح. قلت اجي اقعد عندك يومين ثلاثة لحد الجو ما يهدى. اهلا بيكي يا حبيبتي، بيتك ومطرحك. ميرسي. بقول لك يا سوسن، خدي راحتك وانا اول ما اخلص نمرتي هرجع لك على طول. ها؟ باي باي. باي باي يا روحي. هذبحك لو ما قلتش جايب الحاجات دي منين. انت علقتها. سرقتها سرقتها. يا لهوي يا لهوي، من امتى وانت بتسرق يا واد؟ من امتى؟ مين اللي علمك الحاجات دي؟ مين؟ انت معلم فتوح، علمنا انا والقرد، استريحتي بقى. يا لهوي، بقى انا بشقى وبتعب ده كله عشان انت تتعلم وتاخد شهاده، تقوم تتقلب حرامي. حرامي يا حمدي. ومين اللي يعلمك؟ هو اللي يعلمك. لا، انا مش هسكت على الكلام ده ابدا. انا هقول لابوك يتصرف فيك وفي اللي علمك. كده يا فتوح، كده عايز تضيع مستقبلي ومستقبله. انت ظهرت تاني، اسمك ايه؟ ازيك يا ليالي؟ اهلا. ايه النظافة اللي حلت عليك دي؟ البلية لعبت يا ليالي وبقينا اخر منجها. بصي، ومعانا كوام غيرها وحياتك. مبروك. على فين؟ مروحة. ده انا جاي اتفرج عليك وانت بترقصي. ارقص لك مخصوص. فين؟ عندي. طيب نفوت بقى عندي في البيت الاول. ليه؟ هجيب لك حته شريط ترقصي عليه ما حصلش، وبالمره اغير البدله دي، اصل بقى لي يجي ساعتين لابسها. اتفضلي. ادخل. يلا يا قمر، تجهز لنا كاسين عبال ما اغير هدومي. عينيا. تعالي يا وهام. ليه في ايه؟ بس تعالي. طب مين اللي معاكي بره؟ تعالي بس يا وهام. طيب شفتي بقى جبتلك مين معايا؟ الله، مؤامرة دي بقى ولا ايه؟ مش هتفلت المرة دي يا شاطر.
هفلت من ايه بس؟ هتجيب الاسوره اللي سرقتها مني ولا بلغ البوليس دلوقتي اهو؟ انت بس ايدك سريعه على التليفون ليه؟ بوليس ليه؟ ايه اللي يدخل البوليس بين الاحباب؟ اسوارتي يا فتوح. لا، انا دلوقتي يا حبيبتي اسمي فهمي بيه، رجل اعمال، والاسوره ترجع وفوقها عقد كمان. بس انت بقى فتحي مخك معايا، ورانا شغل كتير قوي هياكلنا ملبن يا جميل. مش عايز تاكل؟ هفكك، بس مش عايزه شقاوه وانت بتاكل. حكيمانه مش ناقصه. انت عايزه مش كده؟ انا كمان عايزاه علشان احاسبه وعاتبه. بس نجيبه منين؟ نلاقيه فين دلوقتي؟ بحب اهو كله شغل. عاجبك سمسم؟ ده ادم الخير ووش السعد عليا ده. مش فاهمه يا حياتي، قصدك ايه؟ مش مهم تفهمي دلوقتي، المهم ان سمسم جاب اللي فات وانت هتجيب اللي جاي.
كده برضو يا سطوحي؟ تسيبنا لما زهزهت معاك؟ سطوحي مين يا شاطره؟ سطوحي، فتوح، ولا انت مسمي نفسك ايه دلوقتي؟ لا مش انا اللي بتدوري عليه. ما تلفش عليا يا واد. علي انت خليت فيا عقل. طب استنى ما نركب في حته. مش قبل ما تعترف انك سطوحي الورداتي، ولا فتوح الحرامي اللي هرب من مراقبه البوليس وضمناه بعد ما استجدعناه، قام ضحك علينا وخلبينا وهرب. ما كانش العشم يا سطوحي. فتاني سطوحي؟ تاني وتالت ورابع لغايه ما اعرف اخرتها معاك ايه. يا بنت اسمعي وافهميني. سمعتك كتير قوي، سمعتك وطوعتك لغايه ما ضيعتني. انت عارف ايه اللي هيجرالي لو انكشفت؟ ده ابويا هيقتلني. انا مش عارف انت بتتكلمي عن ايه. انا اسمي فهمي بيه. ماشي، فهمي بيه. طب يلا يلا اتفضلي انزلي بره العربيه. اروح فين؟ استر عليا، ربنا يستر عليك. بقول لك اخرجي. عشان خاطر حبي ليك استر عليا. ابوس ايدك، ابوس رجلك، ما تذلنيش وتذل ابويا علشان خاطري يا فتوح. اوعي استر عليا. يا كريم. سنية مالك يا بنتي؟ انت عيانة ولا ايه؟ لا يابا، مفيش حاجة. مفيش ازاي يا بنت؟ ده انا اللي مربيكي وعارفك كويس. اذا كان على شغلانة القراداتي انا وعيت لقيت نفسي في الكار ده. كبرت خلاص وما اقدرش اغيره. لكن البركة فيك انت بقى. ربنا يرزقك بابن الحلال ويكون بعيد عن الكار بتاعنا. انت بتعيطي يا سنية؟ اكيد في حاجة ومخبيها عليا. مفيش يابا، مفيش. هو انا كل ما اسالك تقولي لي مفيش؟ لا في. يابا مفيش حاجة، أنا أصلي متضايقة شوية، أصل هم عايزين يكرشوني من الحتة اللي أنا ربيت فيها زباين. بنت انطقي، قولي لي يا بنت حكايتك ايه؟ قولي لي ايه اللي كربك؟ ايه اللي تعبك؟ قولي لي انطقي اتكلمي. مفيش يابا، مفيش. لا في ولازم اعرف كل حاجة. ايه؟ مفيش يابا، قلت لك مفيش. انطقي يا بنت، اتكلمي. ايه اللي حصل؟ سطوح يا بنت؟ فتوح يعني؟ ها؟ غصب عني يابا، حلفني هيتجوزني وخلبية. يا مجرمة! حطيتي راسي في الواحد. المجرم الجبان! ارد له جميل جمايل يرد لي الجمايل عار. هموتك! اشرب من دمك! هموتك! فهمي بيه وصل، اوعى يلاحظ ان بينا حاجه. ايه؟ خايفة على مشاعره ولا حبتيه؟ جايز. كل شيء جايز. بونسوار يا اكسلانس، اهلا. نصحي بيه، فهمي بيه. انا سمعت عنك كتير. وانا كمان. رجال الاعمال اللي زيكم فاهمين لغه بعض. يا ريت نخش في الموضوع. اتفضل سعادتك، اتفضل. سوسن هانم قالت لي انك اخصائي توزيع اللحوم المستورده.
المواد الغذائيه كلها من مجاميعه. بيوزع كل حاجه والناس بتاكل الزلط. بس يكون عليها تاريخ الصلاحيه وتكون مذبوحه حسب الشريعه والحاجات دي كلها. طبعا انا ما اشتغلش غير في السليم. ايه رايك؟ لازم البنط يبقى كبير شويه علشان تنقرا كويس. دي تنقلي على بعد كيلو اهي. لحم بقري دنماركي مذبوح على الطريقه الاسلاميه، تاريخ الصلاحيه ديسمبر 1988. يلا. قلت ايه يا سيد طنوس؟ بناخد دولار على كل 5 علب. ليه؟ ده انت هتورد لي لحم قطط وكلاب. وانت راح تبيعه على انه لحم بقري، مو هيك؟ ما تقولي حاجه يا سوسو. ما توافق بقى. شو بدك يا حلوة يا بدر البذور؟ انا بقول امضي بقى وخلصنا، خلينا نهيص ولا هتضيع الليله في الكلام ده؟ بضيع الدنيا، بضيع عمري وما بضيع الليله. بحبك يا طناستي. مضي بقى يا فهمي بيه وخلصنا. الورق جاهز اهو. بس بقول لك ايه، انا هدفع دولار في كل 10 علب. اتفضل. ايه ده يا حبيبي؟ انت لسه هتقرا؟ ما بنقرا. مبروك علينا. ومبروك علينا احنا كمان. وبالمناسبه دي انا عازماكم على سهره الليله دي. عندي في المحل. اوكي. طناستي تعالى البلكون نشم هوا حر قوي. امرك يا نور العيون، امرك. 375,000 دولار، مبلغ ما يعملوش قرد. ابوسك. قولي بقى يبقوا كام بالمصري؟ نحسبها. واخر ده كله ايه؟ ضحك عليا وهرب، حلف لي وكده وهرب مني. قول يا سمسم، اسيبه يهرب؟ لا، مش ممكن اسيبه يهرب ابدا. ده انا اقتله واروح السجن.
مناديل يا بيه. اللبان يا هاني. مش عايز تستفتحنا ولا ايه؟ قول لي يا بيه، قول لي يا بيه، قول لي يا بيه. اتبسطت يا تنوت؟ ما في بعدها دي. فتوح يا حرامي، عامل نفسك بيه يا حرامي. اتفضل يا تنوس باشا، اتفضل يا سوسن هاني. المودتك في داهيه يا فتوح يا وراداتي. عاملني بيه، ده انا هبلغ فيك واسجنك يا بتاع القرود. شو قراداتي؟ مجنونه هيدي؟ ايوه مجنونه. اتهالوا. هفضحك يا فتوح، هرجعك السجن تاني، هعرف الناس انت مين. بنتك يا بنتك ايه ياما ياما الحق يا شويت، الحق يا شويت. ايه ده؟ سكران كده طينه في الطريق العام. القرد خطف الازازه مني وكان لسه فيها شويه. قرد وازازه؟ القرد نطشها والسيبها يا شويت. طب تعال معايا. القرد بيسكر يا شويت. تعال معايا وانا افوقهولك. ده فيلم ظريف صحيح. محمود، البروج والخاتم بالسرقه يا محمود. بلغ البوليس، امسكوا القرد. يا سعادة البيه، أنا مش سكران، أنا فايق قوي وشايف خمرة بتشرب قرد. اسحاق، حاضر يا فندم. يلا. بقى القرد يشرب الإزازة وأنا أخش السجن، ده دور. ايوه الاسم. اتسرق منك ايه؟ بروش وخاتم؟ مين اللي سرقه؟ بتقول قرد؟ قلنا القرد بيشرب خمرة، قلت خشوا في السجن. وانت رافضه يا اخي. لغايه لما نعرف بيسرق لحساب مين. بس غالبا مفيش خوف يا فندم، لانه ما حصلش اي اعتداء على اي شخص في قضايا السرقه المنسوبه للص الخفي. المهم تكون دي بدايه النهايه لعزبه القرود وامثالها، وشغل النوراناتيه ده اللي عامل لنا ازعاج وبقى خطر ملحوظ اليومين دول. عن اذنك يا فندم. بس زي ما قلت لكم لازم نصبر لغايه لما نعرف هو بيسرق لحساب مين. تؤمر يا فندم. حاضر. اتفضل. لسه واصلني حاله برقيه من طنوس بتقول انه شحن علب اللحمه. الف مبروك. نشرب بقى في ساحة احلى خبر. انا كمان عندي خبر مهم قوي. ايه هو؟
ايه ما تقول؟ اللص الخافي اللي سرقك. قطع فلسني وهرب. بيقولوا انه تاب وبطل سرقه. لسه بيسرق بس حاجات هايفه. المهم انه سكري وبتاع كوبايه، يخش الشقه من دول وعينه على الويسكي. المهم عرفوا اسمه ولا لا؟ اتفضلي يا ست اقري. اللص الخافي القرد بيسطع المنازل ويشرب الخمر. ايه ده؟ قرد كمان؟ لازم صاحبه معلمه السرقه، لكن هيعلمه يسكر كمان. ممكن ده يحصل يا فتوح؟ كل شيء جايز في الدنيا دي. احنا وراه يا فندم. خلي القرد تحت السيطرة ومحدش يخوفه لحد ما يرجع ونشوفه بيسرق لحساب مين. ادي كان ناقص يا سيدي، مرناش الا مراقبة القرود. طلع تالت دور، الشباك مفتوح، عمارة 15 شارع رباط. ايه؟ ما انتش ناوي تنام الليله دي؟ انا مش عاوز انام دلوقتي. ليه؟ في حاجه قلقاك؟ لا ابدا. ما انتش على طبيعتك من ساعه ما سيبنا المحل. اصل في زبون جاي ولازم اطلع له المطار. وهو ده اللي مضايقك؟ لا اصل طلع زبون مش هو اي كلام يعني، هيعمل لي دوشه، لازم اخلص منه واريح دماغي. خش نام انت، خش. طب هستناك بس ما تتاخرش عليا. سلسل. انا علمتك تسكر مش تسرق. تعال تعال يا سمسم، تعال. تعال معايا جوه، هعلمك لعبة جديدة، آخر لعبة هنلعبها سوا. سلم نفسك يا فتوح، المكان محاصر من جميع الجهات. اقف مكانك يا فتوح. ايه اللي جرى لعزبة القرود يا جدعان؟ الحرب قامت ولا ايه؟ هو في ايه؟ البوليس بيطارد سطوح القرودات. خليهم يمسكوه، يقبضوا عليه، يقتلوه حتى.
ده قد نجس. هو فين؟ ثانية، خبيني من البوليس، خبيني. أخبيك بأمارة إيه؟ بأمارة ما وعدت ووفيت؟ ولا عشان حبيتك وسبتني وما جات لك الفلوس رحت اتصرمحت مع الأشكال اللي زيك؟ خلصيني المرة دي، خلصيني المرة دي وأنا هجوزك على طول. أنا فعلا هخلصك يا فتوح، مش بس من البوليس، من الدنيا كلها. كان لازم هتقع، وكان لازم حكايه اللص الخفي تنكشف يا فتوح. ايه ده؟ دم؟ حد اعتدى عليك؟ أنا اللي ضربته يا بيه، ويا ريته كان مات. ما تصدقهاش يا بيه، ده أنا وقعت على حتة حديدة وأنا بهرب منكم.